المنازل تاعهم. والله غير واش نقول لك خويا، ان شاء الله كل ما يرقان. وحنا عفسالي نحتاجوها، يجوا عندنا ما خصنا حتى حاجه، ترحب واقسم بالله غير تحب تبكي كي تشوف هذا المغربي. ولكن في الحقيقه لابد ان نقول ايضا انه ذلك ليس بالاستقبال، وانما ملي دخلنا للمغرب وحنا عفسالي نحتاجوها، يجوا عندنا ما خصنا حتى حاجه، ترحب واقسم بالله غير تحب تبكي كي تشوف هذا بس كاين الناس اقسم بالله حسبي الله ونعم الوكيل يوروا غير في الفتنه، يقولوا المغاربه يسبوا الجزائريين والجزائريين يسبوا المغاربه. بصح هاي الحقيقه. خويا مغربي هنا، خويا يونس رحب بينا وما نساوش كاع خيره وتبقى في التاريخ ويجي عندنا للجزائر ان شاء الله. ومرحبا بكم نتوما تانيت. وليصمى الوداد 37 خويا. والله غير في المغرب ما حسيناش روحتنا، رانا في بلاد ثانيه. حنا نحس روحي في المغرب في بلدي الحمد لله. حسينا روحنا حلونا البيبان المنازل تاعهم. والله غير واش نقول لك خويا، ان شاء الله كل ما يرقان. وبون شونس بور لي دو زيكيب. ومرحبا بكم عندنا. الله يعيشك، بارك الله فيك، ربي يحفظك. صح اخويا، وان شاء الله الميور كان. ومرحبا بكم عندنا في الجزائر. اخويا السلام عليكم. نحمدوا ربي عندنا الشعب المغربي ما شاء الله تبارك الله. ملي لحقنا لايروبور المطار رحبوا بينا، ضيفونا. كاين اللي عندنا خاوتنا داوم حتى المنازل تاعهم، ضيفوهم ما خلاهمش يروحوا للفنادق. الله ربي يحفظهم وربي يدوم المحبه بيناتنا، وان شاء الله يفتحوا الحداده باش نزيدوا نتواصلوا مليح. ومرحبا بهم في اي وقت في العاصمه، وربي يدومها ان شاء الله. حنا الله خويا شي مزيان، علاقات اخويه، شعب واحد كي المغرب كي الجزائر، بحال بحال كيف نفس المونطاليتي. يرحبوا بنا الحمد لله. بعد الصور للاعبين اتحاد العاصمه في مقر اقامتهم على اساس استقبال من طرف الفريق المغربي. ولكن في الحقيقه لابد ان نقول ايضا انه ذلك ليس بالاستقبال، وانما تلك خدمات تقدمها كل الفنادق خاصة الفاخرة 5 نجوم كحق ضيافة للوافدين على الفندق. يعني ماشي حاجة جديدة وليس لها أي علاقة بالضيافة والكرم. يعني أي فندق تروح له في العالم يكون من 5 نجوم فما فوق يخصصون لك ذلك الاستقبال. راح نروح معكم الآن بعيد، نأكد لكم أن الجزائريين حقا أهل الرجلة والنيف والمبادئ ومشي حقارين ويكرمون البراني.